هذا الفيديو لا يمكن أن تشاهده إلا عبر قناة واحدة على يوتيوب. إنها قناة نجوم العرب. منذ أن كانت تعمل معه في محطة الشروق الفضائية الخاصة الجزائرية، ومنذ أن كانت تشاركه في تنشيط الكثير من البرامج الشبابية والتي تهتم وتوجه في المقام الأول للشباب، واستحوذت الإعلامية الجزائرية الشابة ياسمين سعودة على إعجاب الملايين من الجماهير الجزائرية، وارتبط اسمها كثيرا مع الإعلامي الجزائري الشاب رياض بن عمر، ومن كثرة الود والألفة والقرب الشديد الذي كان بينهما ظنت شريحة كبيرة من الجمهور بأن هناك قصة حب كبيرة جدا تجمعهما، وأن الأمر تجاوز كثيرا مسألة الزمالة الإعلامية أو حتى الصداقة، ولكن وفجأة تم استبعاد وطرد ياسمين سعودة والاستغناء عن خدماتها في محطة الشروق الخاصة الجزائرية، واتجه جميع الأنظار آنذاك إلى رياض بن عمر ورد فعله، فوجد الكثيرون أنها كانت ردة فعل مخيبة للآمال، وجاءت مخيبة لياسمين نفسها والتي كانت تنتظر منه مساندتها ومساعدتها في تلك الأزمة التي عصفت بتاريخها الإعلامي، وبتلك المحنة الصعبة التي تتعرض لها وتمر الأيام والشهور والسنوات، وها هو الإعلامي الجزائري رياض بن عمر يغادر محطة الشروق الفضائية ويتركها ويتم الاستغناء عنه بشكل رسمي، ويغادر إلى محطة فضائية أخرى، وبالطبع اتجهت جميع الأنظار بعد قرار المغادرة إلى الإعلامية الجزائرية الشابة الواعدة ياسمين سعودة، حيث كان يريد الجمهور أن يتعرف جيدا على ردة فعلها على طرد رياض بن عمر من محطة الشروق، ولكن على ما يبدو أن ياسمين سعودة قد صدمت الجمهور، ليس جمهورها فحسب بل أيضا جمهور رياض بن عمر، وذلك عندما نأت بنفسها بعيدا عن الحديث أو التعليق على مغادرة صديقها القديم الذي كان مقربا جدا منها الإعلامي رياض بن عمر، ورفضت التعليق أو الإشارة من قريب أو من بعيد إلى ما حدث لرياض بن عمر، واعتبرته شيئا يخصه وحده ويخص جمهوره، وأنها لا مصلحة لديها ولا تربطها الآن أي صلة به، وحتى الصداقة التي كانت تجمعهما في يوم من الأيام يبدو أنها قد انتهت وأسدل الستار عليها نهائيا، لذلك ردة فعلها كانت التجاهل التام لخبر طرد الإعلامي رياض بن عمر من محطة الشروق، ولم تهتم كثيرا ولم تشغل نفسها بالتعليق أو إثارة الجدل، خاصة وأن موقفها سوف يكون خاصا ومؤثرا نوعا ما، وسوف يحدث موقفها ضجة كبيرة لما كانت تتمتع به من صداقة قوية جدا أقرب إلى قصة الحب العاطفية الرومانسية بينهما، لذلك يبدو أن الإعلامية الجزائرية الشهيرة ياسمين سعودة كانت حريصة جدا على عدم التفاعل مع خبر مغادرة رياض بن عمر لمحطة الشروق الفضائية.